وفي أهم العناوين الإخبارية نتحدث عن لاعب لطالما كان خصما، لكنه رغم ذلك يبقى إنسانا محبوبا ويقدم إلى عالم المستدير أشياء جديدة. إنه لويس سواريز يا سادة، لا ننكره نحن كمدريديين ما قدمه هذا الشخص لكرة القدم، ما قدمه من إبداع. نشرت مجموعة من الصحف أن هذا الأخير سيتعرض إلى بتر رجله، وهذا الخبر في حد ذاته نفاه لويس سواريز بطريقة غير مباشرة عبر الإنستغرام بنشر صورة وهو يضحك، كما أنه سجل هدفا في آخر مباراة لعبها. فكيف لشخص يلعب بأن يتم نشر هذه الإشاعات رغم أن هذه الأخبار صدرت عن مدربه الذي يدربه في الفريق؟ لكن لا نتمنى إلى هذا اللاعب أن يقع له أي مشكل ولو صغير. نحن نحب عالم المستديرة وتقديم الأشياء الجميلة لها ولعالم كرة القدم من أجل الإمتاع ليس إلا. شاركونا رأيكم حول الخبر ومدى صحته ومدى قابليته للتصديق، رغم أن اللاعب لم يخرج، لم ينفي ولم يؤكد هذا القول. شاركونا رأيكم.